السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم بجينواز المحلات، جينواز سهله خفيفه سريعه اقتصاديه وما فيها ولا نقطه محسن، وجهك مهويه خفيفه ريشه انفخ الله تحمر لك وجهك، وتقدري تخدمي بها رولي، تقدري تخدمي بها ليتارت صغار يكونوا مدورين ولا على شكل قلب ولا كيما تحبي انتي. تقدري تخدميها الجينواز الورقه كيما خدمتها انا، وتخدمي لاطاط تاعك على شكل مستطيل ولا على شكل مربع كيما تحبي نتيا. حبيبتي نقول لك هذه الطريقه للمبتدئات سهله بزاف، ناجحه 100%، وما تكلفكش وما تخليكش تتعبي بزاف. اللي حابه تتعلم مرحبا بك، نقول لك ذا الفيديو ليك تبعي معايا المقادير وطريقه التحضير لاجينواز الورقه. جبت هنا غيسيبيون اللي كنت نشفته مليح وما نخلي فيه ولا قطره تاع الماء، نشفيه مليح البنات بالبابي ولا بكاش طرشون كيكون نقيقي، نقيه مليح نشفيه يعني ما تخليه ولا قطره تاع ما تخليهاش. البنات هنا جبت 5 حبات تاع البيض اللي كنت حطيتهم في الغيسيبيو. هنا تقدري تخدمي بالباتور اللي نخدموا به المسكوتشو كامل اللي تاع دايما. حطيت هنا 5 حبات تاع البيض متوسطين الحجم بدرجه حراره الغرفه، وحطيت عليهم رشه تاع الملح، 7 مغارف تاع السكر، وحطيت عليهم لافاني مغرفه كبيره باش ما تخليليش ريحه تاع البيض، ونخلطهم على اقصى درجه سرعه، نخليهم يتخلطوا مليح حتى نحصل على اللون الابيض تاع البيض واللي يكون طالع ورغوي. هنا البنات بعد ما تحصلت على ديك الرغوه حطيت عليها نحيتها من البيترا، حطيت عليها 7 مغارف تاع الفارينه اللي كنت غربلتهم، وما تحطوهمش دفعه واحده، حطوهم غير بالعقل ورشوهم فوق الخليط باش ما يطيح لكمش لاجينواز تاعكم، ما تطيح لكمش هذيك النتيجه اللي كنا تحصلنا عليها تاع البيض. هنا البنات بعد ما دخلت شويه الفارينه زدت عليها على راس المغرف خميره الحلويات واحد 2 غرام ولا، نخلطها مليح، ومن بعد ما نحس ديك الفارينه دخلت نزيد لها 7 مغارف تاع الماء. البنات هنا الماء ما تحطوش دفعه واحده كما قلت لكم بالطريقه اللي درتو فيها بها الفارينه. نحطوا الماء ونحطوه نوزعوه كما راكم تشوفوا على لاجينواز. نزيد عليهم 7 مغارف تاع الزيت ونوزعوهم ايضا فوق لاجينواز تاعنا ولا فوق الخليط تاعنا، ما نديروهمش في بلاصه واحده باش ما تهبطليش القوام هذاك ما يهبطليش. هنا نخلط مليح بالمغرف اللي تكون بلاستيك احسن، سباتشيلا هذه احسن كما راكم تشوفوا. نخلط مليح بعد ما نتحصل على النتيجه اللي راني نحوس عليها وتدخل ديك الفارينه مليح وما تخليليش كامل الحبيبات. شوفوا البنات هنا تبان ليس الطبقه الثانيه شويه قعدت لي فيها واحد الحبيبات، على كذا راني نقول لكم فيها هنا، ونأكد بالكم تخلوا الفارينه تبقى لكم حبيبات لانه تهبط لتحت وما نشوفوهاش، وكين طيبوها تبان لنا في الورقه تاع لاجينواز تاعنا. شوفوا البنات هنايا بعد ما طابت لي لاجينواز درتها في سنيوه اللي تكون متوسطه الحجم، من بعد نخلي لكم سنيوه ولا السمك عفوا الطول والعرض تاع السنيوه. هنا شوفوا البنات بعد ما طيبتها هنا هدات لي مده 5 دقائق في الكوشه، ما طولت ليش كامل. وهنا ما تحتاجش يكون عندنا فور تاع الكهرباء، يعني عادي كوشه تاع الغاز العاديه، ممكن 5 دقائق 6 دقائق تكون طابت. شعليها كي تولي ديري في الفارينه، شعلي الفور تاعك ولا الكوشه تاعك خليها تسخن، شعلي من فوق ومن تحت وديريها الطيب بالخف، ما تقعدش وحرزي تنحرق لك، يعني ردي البال مليح. شوفوا البنات هنايا بعد ما بردت لي هذيك لاجينواز نحطها الحبه على اختها. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه ولا النتيجه اللي تحصلت عليها ولا اروع، خفيفه بزاف البنات. نقول لكم حبيباتي جربوا الوصفه وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي تعم الفائده فقط فضلا وليس امرا. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.